اليوم غادي نتكلموا على السل ديال الولسيس ديال العنق. القصه كيفاش كتبدا السي الطبيب؟ اذا القصه كتبدا ان واحد فرد من العائله ولا ولد حومتي ولا صديق ديالي في القسم ولا في العمل كيكون فيه السل الرئوي وكيكون حب كيعطس كيتكلم، فهنا كيلوح في الهواء الخارجي البكتيريا ديال السل، اي هواء ملوث بالسل، فانا كنكون حداه كنشم داك الهواء اللي فيه السل، فالبكتيريا ديال السل كتدخل الحلق ديالي، من الحلق كدوز لعند الولسيس وكتثبت تما. هاد الولسيس اللي تقاس بالسل فكيبدا ينتفخ بشويه بشويه مع مرور الاسابيع والاشهر بدون علامات الاخرى ديال السل، بحال فقدان الوزن، السخانه، التبوريشه، العرقه بالليل، فما تكون حتى شي علامه ما خطا انتفاخ اولا الولسيس كيولي بارز في العنق ديالنا. حتى لهنا غتكونوا مازال شادين معايا الخط. اللي خصنا نعرفوا هاد السل اللي كاين في هاد الولسيس ممكن يدوز من حياه بطيئه لحياه سريعه، وهنا الولسيسه كتكبر بزاف وكتعرف احمرار وممكن تاخذ اللون ديال الزروقه، وكذلك يولي عندنا الم اللي هو كبير، وكذلك هاد الولسيسه ممكن تنفجر في الجلد وتخرج القيح على برا. في هاد الوقيته كيبانوا العلامات العامه ديال السل: السخانه، تبوريشه، العرقه بالليل، فقدان ديال الوزن، فقدان ديال القوه، والانسان كيولي هزيل في صحته، وحنا ما خصناش نوصلوا لهاد المرحله. اذا السي الطبيب كيفاش كنديروا التشخيص ديال السل ديال الولسيس؟ اول خطوه كندير هي غادي نمشي عند الطبيب باش ندير الفحص السريري، يعني التقليبه ديال الطبيب، كنديروا التلفازه ديال العنق باش كنشوفوا العدد الولسيس، الحجم ديالو والشكل ديالو، كنديروا التحليل ديال الجلد ديال السل ولا كنسميوها لانتراديرمون رياكسيون على توبركلين، كنديروا التحليل ديال الدم ديال السل، وفي الاخير كتبقى التحليله ديال التشريح ديال الولسيس. من بعد ما كنديروا عمليه صغيره، يعني كنحيدوا الولسيسه كنصيفطوها للمركز ديال التشريح وباش كنقلبوا على العلامات ديال مرض ديال السل. من بعد من كنديروا التشخيص ديال السل، فهنا المريض كيتوجه للمراكز الصحيه اللي كاينه في بلادنا اللي كتقوم بالعلاج بشكل مجاني ديال مرض ديال السل. وصلنا لنهايه الفيديو، فديروا جيم، ديروا كومون زويون وشاركوا الفيديو مع افراد العائله وكذلك الاصدقاء ديالكم، وغادي نقول لكم في الاخير السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم.